بأكثر من 17 مليون مشترك و5 مليار مشاهد. بندريتا قدر يثبت نفسه كواحد من أكبر صناع المحتوى في العالم العربي، ويمكن نقول كمان في العالم كله. الشاب ده اللي بدأ من الصفر، من مجرد ولد بيحب يلعب ألعاب في أوضته البسيطة في السعودية، بقى النهارده واحد من الأسماء اللي كل واحد فينا يعرفها أو سمع عنها على الأقل. قصة بندريتا مش مجرد قصة نجاح عادية، لكن دي قصة كفاح وصمود في وجه الصعوبات. سواء كنت بتحبه أو لا، مش هتقدر تنكر إن الشاب ده نجح في إنه يغير واقع حياته ويصنع لنفسه اسم كبير في عالم صعب مليان منافسة وضغوط. قدر يواجه التحديات اللي وقفت قدامه، وبدل ما يسيبها تحبطه خلى منها دافع إنه يحقق حلمه ويوصل للنجاح اللي بيعيش فيه النهارده. بندريتا بقى مصدر إلهام لملايين من الشباب في كل مكان، والكل بيتكلم عنه وبيتفرج على فيديوهات اللي بقت جزء كبير من حياته. بندر أو زي ما بينادوه الكل بندريتا اتولد في 1998 في مدينة جيزان في السعودية. جيزان هي مدينة صغيرة مش زي المدن اللي دايما بنسمع عنها، لكن المدينة دي هي المكان اللي بدأ فيه كل حاجة. بندريتا كان طفل عادي زي أي طفل تاني في السعودية، كان بيعيش حياة بسيطة وهادية مع عيلته اللي من الطبقة المتوسطة، واللي بتتكون من أب وأم و11 أخ وأخت. من صغره كان واضح إنه بيحب الألعاب، وقضى جزء كبير من طفولته قدام شاشة الكمبيوتر تقريبا زي أي طفل بيلعب ألعاب مختلفة ويجرب كل حاجة جديدة تنزل في السوق. لكن وقتها ما كانش حد متوقع ان الشغف ده ممكن يتحول لمستقبل كامل. في يوم من الايام في سنة 2010 بندر كان في المدرسة مع صحابه، وحد منهم اللي هو محمد والمعروف الان بالمكسيكي قال له على حاجة جديدة وقتها اسمها اليوتيوب. بندر مش كان فاهم الموضوع ولا في اي اهتمام في الاول، لكن الفضول دفعه انه يروح البيت ويشوف ايه موضوع اليوتيوب اللي قال له عليه المكسيكي. اول ما بندر شاف اليوتيوب حس انه اكتشف كنز. من اكثر اليوتيوبرز اللي كان بيتابعهم بندر منهم العريق دحومي 3 ساعات. لما بندر ازاي شاف يوتيوبرز زي دحومي بيصور وهو بيلعب العاب، ساعتها بندر حس انه يقدر يقدم نفس المحتوى ولكن باسلوبه الخاص المميز اللي الكل بيعرفه الان. فقرر انه يعرض الفكره على صديقه محمد المكسيكي، وفعلا محمد مش عارضه خالص، بالعكس شجعه وسنده انه يبدا. لكن كان في مشكله، اللي هي بندر وقتها كان لسه طفل صغير، يعني ممكن 14 سنه او اقل. ما كانش عنده اي امكانيات اللي تخليه يقدر يعمل حاجه زي دي. ما كانش عنده كاميرا كويسه ولا حتى جهاز كمبيوتر قوي يقدر يشغل الالعاب اللي هو بيحبها بجوده عاليه. بس بالرغم من كل ده الحلم ده فضل في دماغ بندر، وقرر انه لازم يعمل كده. في 2013 شهر 8 وبالتحديد في يوم 20 بندر كان عنده 14 سنه، وقرر انه يجرب حظه على اليوتيوب يشوف هيحصل معاه ايه. عمل ايامها اول قناه ليه، وكانت باسم XXX Games Forever XXX. ان شاء الله اكون قلت الاسم صح. القناه دي كانت مجرد تجربه بالنسبه له، ما كانش عنده اي خبره خالص ولا حتى عارف ازاي يعمل محتوى يشد الناس ويخليهم يتابعوه. كان بيحاول يصور نفسه وهو بيلعب العاب، لكن كان بيواجه الكثير من المشاكل. ما كانش يقدر يشغل الالعاب بالجوده اللي هو عايزها، وكمان الميكروفون اللي كان بيستخدمه كان صوته سيء جدا، لدرجه ان هو كان بيسمع صوت المروحه في الخلفيه اكتر من صوته هو، من كتر ما ان المايك سيء. لكن بالرغم من كل الصعوبات دي بندر فضل مكمل، بينزل فيديوهات كل ما يقدر، يحاول يقدم كل اللي يقدر عليه، لكنه ما كانش بيلاقي التفاعل اللي كان نفسه فيه. الفيديوهات ما كانتش بتجيب مشاهدات كتير، وعدد المشتركين كان قليل جدا. في الوقت ده بندر بدأ يحس بالاحباط. كان عارف انه عنده شغف كبير، لكنه ما كانش عارف ازاي يترجم الشغف ده لنجاح على اليوتيوب. في 2013 بعد ما قضى سنتين بيحاول ينجح على اليوتيوب من غير فايده، بندر قرر يبدا من جديد. في الوقت ده كان عنده 15 سنه، كان عارف انه لازم يعمل حاجه مختلفه، وقرر انه يعمل قناه جديده تماما. القناه الجديده دي كانت باسم بندريتا اكس اللي هي موجوده حاليا. كان عارف انه لازم يعمل حاجه مختلفه، قرر انه ياخد الموضوع بجديه اكبر ويتعلم من اخطائه اللي عملها في القناه الاولى. اول حاجه عملها بندر كانت انه هو قرر يجيب جهاز كمبيوتر جديد يقدر يشغل الالعاب اللي هو عايز يصورها. بس المشكله كانت بتلاحق بندر، والمشكله كانت ان الفلوس ما كانتش متوفره، لان زي ما قلنا هم عائله على القد، مش هيضيعوا فلوسهم على يوتيوب. بندر كان طالب في المدرسه عادي وما عندوش دخل ثابت في الوقت ده. قرر ياخد خطوه جريئه، طلب من والدته ربنا يحفظها له انها تساعده في شراء الجهاز الجديد. والدته اللي كانت دايما مؤمنه بيه وبدعمه، فقررت توفر له مبلغ اللي هو 1000 ريال عشان يقدر يشتري الجهاز اللي نفسه فيه. في اللحظه دي الوضع بدا يتطور حبه حبه، وبندر بدا يؤمن بالموضوع ويحبه اكتر واكتر. وفي شهر اكتوبر في 2013 نزل اول فيديو اللي كان تعريف عن قناته. اول فيديو تعريف عن القناة في قناتي الجديدة. كان عندي قناة قديمة من اول يعني، وكنت انزل فيها ماينكرافت ودروب فريم ولاج وكذا، والناس تعزز لي كانت. المهم كل مرة اقول كنت ابغى اشتري قطعة تصوير، وما اشتري، فالحمد لله شريت الالجاتو.
وبدأ حرفيا ان هو ينزل بشكل مستمر ويومي، وكان محتواه متوقف على اللقطات من كود وباتل فيلد، لانه حرفيا الفتره دي كان الموضوع ده والالعاب دول منتشرين بشكل رهيب. بس بندريتا مش مرتاح تماما في تنزيل المقاطع، بمعنى اصح ما كانش عارف يتكلم باسلوبه الحقيقي ولا يعمل اللي بيحبه بعفويه، بين قوسين مش عارف يتكلم بلهجته الجيزانيه. ولكن في الاخر بندر قرر انه ياخد قرار جريء هيغير مصيره تماما، اللي هو ان هو يتكلم بلهجته الجيزانيه عشان يقدر ياخد راحته في المقاطع ويتكلم باسلوبه وعفويته اللي معروفه جدا جدا حاليا. ولكن ده كان قرار سيء جدا، لان هو سبب ليه مشاكل، وبالنسبه لطفل لسه صغير عنده حوالي 14 سنه او اقل، كميه التنمر دي كانت حاجه كبيره جدا وسيئه. بس بندر ما استسلمش للضغوطات وللتنمر، وبالعكس فضل على التنزيل المستمر واليومي لحد سنه 2014. في السنه دي كان اول قرار لبندر بان هو يظهر في سكام، يعني يفتح كاميرا ويظهر وشه. اول فيديو في سكام كان محبوب الملايين، اللي نزله مع صديقه براء. حرفيا كانت الجوده سيئه جدا ومغبش بشكل كبير بسبب الكاميرا الضعيفه، ولكن بندر ما شغلش نفسه ومش اهتم خالص وكمل بنفس معداته البدائيه. يوم ورا يوم فضل بندر يحسن من جوده المقاطع وجوده الفيسكام ويجري ورا حلمه لحد سنه 2015. فضل بندر مستمر بالتنزيل بشكل كبير، تنزيل شبه يومي لحد ما وصلت قناته لل 12000 مشترك. هنا بدا يعاني شويه، وكان في فتره صعبه لانه كان بينزل كميه فيديوهات كتير حرفيا، وكان بيجي عليها دعم قليل، وفضل اكتر من سنه كامله عشان يقدر فعلا يوصل للرقم اللي هو 13000 مشترك. وده سبب ليه ضغط كبير بسبب اهله، لان زي ما قلنا فوق هو اخد 1000 ريال من امه عشان يقدر يكبر القناه ويجيب معدات، والمشكله كانت فيه هل انه هيقدر يرجع الفلوس. بس بندر كالعاده حارب الكوارث اللي حصلت ليه وما اهتمش وفضل مكمل على تنزيله اليومي. وفي الفتره دي كانت اول سنه جامعيه لبندر، وبقى كل وقت بندر حرفيا تصوير ودراسه بس. وبالرغم من كل ده فيديوهاته كانت بتتطور كل شويه، والناس بقت بتتابعه بسبب شخصيته العفويه مش عشان لعبه معينه، وده اللي كان تخطيط وهدف بندر من الاساس، وده كان السبب ان هو بيزيد بشكل بطيء جدا. وفي 2017 كانت حرفيا الصعده بتاعت بندر، لانه وصل لاول 100,000 مشترك. يلا واحد، أرجوك لا تنسى، أرجوك. وأخيرا وده كان انجاز كبير قوي لبندر. هنا بندريتا اخد قرار مهم وفيه مغامره، ان هو ياجل فصل الجامعه عشان يعرف يركز على قناه اليوتيوب بشكل اكبر، ولكن اهله كانوا رافضين الموضوع ده بشكل تام. بس بندر كان اخد القرار واجله لمده 8 شهور. بعديها كمل تركيز على القناه والتنزيل اليومي، ودي كانت فتره ذهبيه لقناه بندر، لانه بدا ينزل فيديوهات مش بس جيمنج، لا اكثر من المحتوى، واجتهد وبدا ينزل قصص وفيديوهات خارج الصندوق، وده اللي خلاه قريب قوي من متابعينه، وبقى اي قصه بينزلها بتجيب على الاقل 1,000,000 مشترك. دي كانت فتره جديده في قناته. وفي الفترة دي نزلت لعبة فورتنايت، وبندريتا كان من أوائل الناس اللي نزل عنها، وبدأ بندر ينشهر بسبب ردات فعله العفوية واللي ضحكت كل اللي بيتفرج عليها. وبعد سنة كمان في 2018 قدر بندر إن هو يوصل لأول 1,000,000 مشترك، ده رقم كبير قوي وإنجاز عظيم لقناة بندر. وفي الوقت ده اللي كانت فورتنايت ترند والناس كانت بتتابعها، بندريتا مش بس كان بينزل فورتنايت، كان بينزل العاب منوعه كتير، لانه ما كانش عايز يشتهر بسبب لعبه معينه وهي فورتنايت، بالعكس هو كان عايز يشتهر بسبب اسلوبه مش الالعاب. وفي 2018 انضم لاول كلان في مسيرته، مالتي جيمرز، اللي كان ساعتها حلم اي صانع محتوى ان هو ينضم للكلان ده، بسبب انه كان كلان فريد من نوعه واللي فيه معظم صناع المحتوى السعوديين المشاهير. والكلان ده يطول شرحه، لو عايزين حلقه كامله عن الكلان مالتي جيمرز قولوا لي تحت في التعليقات. بندر على عكس المتوقع ما كانش بيصور كتير مع الكلان في قناته، وده ادى ان كل فيديوهات قناته توصل لاكثر من 1,000,000 مشاهده، وتانيين يوصلوا ل 10,000,000 مشاهده. وساعتها قناه بندر كانت في عز شهرتها، بمعنى فتره انفجار لقناته حرفيا. وفي 2019 واخيرا قدر بندر ان هو يحقق 5,000,000 مشترك. وبعديها بدا سلاسل جديده زي ماينكرافت اللي الناس حبوها جدا منه، والجمهور كان مبسوط جدا، بدليل ان اول حلقه بس جابت 13,000,000 مشاهده، وده رقم خرافي بشكل رهيب. بعديها قرر انه ما يكملش ويطلع من الفريق لاسباب هنقولها في حلقه مالتي جيمرز لو عايزينها. ومن ابرز واشهر الالعاب اللي كانت مشهوره وبتعجب المتابعين هي لعبه ماريو ميكر، والعاب الرعب طبعا حرفيا بيكون ليها نكهه خاصه عند بندر. ما بين سنه 2019 و2020 قدرت قناه بندر انها توصل لل 10,000,000 مشترك، وده كان اكبر انجاز بندر قدر يحققه، وبدا يشتهر اكثر واكثر والناس تحبه اكتر. وبعد ما وصل 10,000,000 مشترك بدأ توصل لبندر عروض كتير، عروض انضمام لكلانات، لانه لو انضم لاي كلان بندر هيسوي فرق كبير في الكلان. ومن ابرز العروض كانت من كلان فالكون، وفي شهر اغسطس اعلن بندر انضمامه لكلان فالكون بشكل رسمي، واكيد كانت فايده لبندر، بس كانت فايده للكلان بشكل اكبر بسبب المتابعين بتوع بندر وكميته، لانه عنده 10,000,000 مشترك، وده هيأثر بشكل ايجابي على الكلان لانه هيخلي الفالكون قاعده جماهيريه كبيره جدا. ومن بعد انضمام بندريتا الفالكون بدأ صناع محتوى كثار ينضموا الفالكون،
وفعلا بدأ يصور فيديوهات مشتركة مع الفريق، بس على قناته لسه ثابت على نفس المحتوى، ونادر جدا انه ينزل مع الفريق في قناته. ومع كل النجاح ده بندريتا كان فيه شيء واحد عايز يرتاح منه، لأنه كان بيسبب ليه مشاكل صحية ونفسية وأكثر من مشاكل، وهي السمنة الزايدة. أهله دايما كانوا بينصحوه والمتابعين. وفي سنة 2022 قرر بندر إنه لازم ينحف، وأخذ القرار إنه يعمل عملية التكميم. اللي مش عارف يعني إيه التكميم، هي عملية بتسمى أيضا باستئصال المعدة، بيستأصلوا 15% من المعدة تقريبا. المهم ده مش موضوعنا يا شباب. بعد ما بندر خلص وعمل عملية، بدأ يعدي بفترة صعبة، وفي نفس الوقت كان جالس يخسر وزن بشكل كبير وملحوظ، وشكله بدأ يتغير 180 درجة. والناس اما شافوا إن بندر بدأ يتغير بدأوا يكتبوا ليه في التعليقات اما يضحك انه بقى متصنع بعد ما فقد وزنه. هم عايزين بندر القديم، وده أثر عليه بشكل كبير. وبسبب الشيء ده وكمل انتقادات قل عدد فيديوهاته. في نهاية سنة 2022 نزل الفيديو عنوانه من مطبخ لبيت الأحلام، وكان فيديو تحفيزي وحكى فيه ازاي ان هو بدأ من المطبخ والآن بقى عنده بيت أحلام. مع بداية سنة 2023 نزل فيديو قصة بندريتا اللي كان بيبدأ به لو انت صغير فالفيديو ده مش موجه ليك، وروى فيه قصته اللي الكل عارفها الفترة دي، وهي ان هو مر بأزمة نفسية وحاول ينتحر. راح عند أطباء نفسيين كتير، يعني بندر اللي كل واحد فينا وهو مكتئب كان بيروح مخصوص على قناته عشان يشوف فيديوهات تسليه ويخرج من مود الاكتئاب اللي هو فيه. طلع هو نفسه عايز حد يخرجه من الحالة اللي هو فيها، لأن هو كان مكتئب بشكل كبير جدا. الفيديو ساعتها جاب 11 مليون مشاهدة، وهنا الناس انقلبت وتعاطفت معاه. بس بعد ما نزل الفيديو بدأ بتنزيل يومي، ولكن على عكس اللي كان بيحصل اما كان بيضحك الناس كانت بتقول ليه ان هو بيتصنع. وطلع في بودكاست وقال ان قرار تنزيل الفيديو كان قرار غلط، لانه وضعه كان اتحسن وما كانش عايز الناس تعرف وتتعاطف معاه، لان هو حاسس ان هو بخير ومش محتاج لتعاطف. في 2024 بندر دخل في عالم البيزنس وفتح مطعمه الشهير بندر بطاطا اللي حقق نجاح كبير، واللي كانت بدايته في موسم الجيمرز، وفي اكتر من حاجه شغال عليها زي ما ذكر. وبعديها نزل الجزء الثاني من قصه بندريتا اللي حكى فيها ان هو اتعالج من الاكتئاب. انا بشوف ان هو اتعالج من الاكتئاب بسبب فالكون، لان هو بقى يشتغل مع يوتيوبر كتير ويسافر معاهم ويتجمع معاهم، وما بقاش يشتغل لوحده زي زمان. يعني فالكون كان ليهم سبب كبير في انه بندر يتعالج من حاله الاكتئاب الشديد. وحاليا بندر عنده اكتر من 17 مليون مشترك و5 مليار مشاهده، ومنزل اكتر من 1800 فيديو. الدرس اللي بنتعلمه من تجربه بندر او من فكره الفيديو هو انك ما تستسلمش للظروف ولا للضغوط مهما كان الكل ضدك. كمل في حلمك وهتوصل. بندر واجه الكثير من الصعوبات والتحديات كتير عشان يوصل للمكانه اللي هو فيها دلوقتي، ويبقى الشخص اللي الناس كلها عارفاه النهارده. وبس ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشتراك. بصراحه انا مش من الناس اللي بتحب تطلب لايك واشتراك، بس الفتره الاخيره كنت بدعم في المحتوى، ونسبه كبيره من اللي بيتابعوا الفيديو مش مشتركين، فشكرا لكم جميعا. وبس، سلام.